السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللي ما يعرفنيش، انا لولي استاد ودي قناتي. حبيت بقى النهارده نعمل حاجه كده تعملوها في ثانيه. بسكوت والشوكولاته الطبيعيه اللي احنا بنعملها في اي بيت. مش هتكلفكوا حاجه وهيبقى جميل جدا. انتوا مثلا عايزين تحليه والكلام دوت. بدل مثلا هتجيبوا كذا وكذا ديت بقى، مش هتكلفكوا حاجه خالص. يدوبك هنحط في الكوبايات على طول. زي ما انتوا شايفين بقى كده، بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا وتحفة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبيت بقى ايه اللي انا اصورها لكم علشان بقى ايه تعجب حضراتكم. زي ما انتوا شايفين كده، طبقة شوكولاتة في النص، طبقة بسكوت على حاجة كده فخر من الاخر بقى، على الوش في المستير. يا سلام، يا سيدي يا سيدي. بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا. زي ما انتم ملاحظين كده، بصور لكم واحدة واحدة. بسم الله ما شاء الله. يلا بقى بينا هنسمي ونصلي على الرسول ونبدأ في الوصفة. انا كان معايا 300 جرام من البسكوت، اي نوع بسكوت من اللي انتوا بتحبوه، حتى لو نوع مدرسة، بتاع الاطفال اللي بيجيبوه من المدرسة، تقوموا محوشينه وتقوموا عاملينه عادي. دلوقتي بقى احطه على الجنب. دلوقتي هجيب في الخلاط كوباية سكر زي ما انتوا شايفين. دي بقى هحضر ايه صوص الشوكولاتة اللي هو الاقتصادي اللي هو بتاعنا العادي. كوباية سكر مليانة، كوباية لبن مليانة، زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احط كوباية اللبن كده، ومعايا نص كوباية كاكاو. بس نص كوباية بقى كاكاو ايه، هنحط عليها معلقة كاكاو كمان. هنحط نص وهنحط عليها معلقة زي ما انتوا شايفين كده. واقوم بقى قافلة الخلاط وراحة على الخلاط زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي كده. بقى ايه، كنت جبت معايا نص كوباية من الزيت، وبنزله تدريجيا، ما بقلبوش مرة واحدة، بنزله واحدة 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 واحدة. شوفوا كان هيتقلب مني حتى في الغطا. زي ما انتوا شايفين بقى لازم انزله سرسوب سرسوب. زي ما انتوا شايفين بقى كده، شوفوا السرسوب رفيع جدا. دي بقى كده بيعمل لي قوام معايا حلو بدل ما اقلبه. والزيت يكون نضيف، ما يكونش يعمل ريحة ولا الكلام دوت، ويبقى طعمه في البق حلو. اللهم صل على النبي. زي ما انتوا شايفين بقى كده، قربتلكوا الكاميرا عليها والخلاط شغال. اللي وصل لغاية هنا ما ينسانيش بقى ايه داعمني باللايك. كده بقى خلصته، هنطفي بقى الخلاط. معايا بقى الكوبايات، اقوم بقى حاطه طبقه بسكوت تحت. انا مش مكسره قوي، عشان ما تيجي تاكلي كده في المعلقه ما تحسيش اللي هو ناعم قوي، لا تحسي اللي حاجه تقرقش معاك جدا. زي ما انتوا شايفين كده، افضي في الكوبايات، مع كل كوبايه فيها معلقه بسكوت، والكوبايه الكبيره معلقه ونص. زي ما انتوا شايفين بقى كده، كنت حطيته في القمع بتاع البلح الشام، قمع اي حاجه عادي. بس تاني ايه لزوم التصوير اللي انا ما بهدلش نفسي ولا الكلام دوت، عملته معاكم كده. زي ما انتوا شايفين، حطيت البسكوت في القاع، واحط على الوش شوكولاته كده. مش بتاخد معاكم وقت، انتوا ممكن تتفرجوا على الفيديو تقوموا عاملينه على طول والله. زي ما انتوا شايفين بقى كده، ظبطت اهوت بالمعلقه اللي في ايدي. هرجع بقى احط عليه ايه بسكوت. واقوم بقى اخر حاجه اللي هنغطي بها الوش، يا حبايب قلبي، هي طبقه الشوكولاته. انا كان معايا كوبايات صغيره، حطيت طبقه في تحت في القاع شوكولاته، وعلى الوش بسكوت، وفوقها شوكولاته وبسكوت، وبعدين حطيت الشوكولاته. زي ما انتوا شايفين بقى كده ايه. دي مش هحط تاني على الوش حاجه، هزوقه بقى. وزي ما انتوا شايفين كده زوقته، وحبة بسكوت تسيبوهم مع الوش تبقوا عاملينهم ناعم، وشوية فلومستار. واللهم صل على النبي. متنسونوش تدعموني بلايك، واللي عايز يستفسر على اي حاجة يبقى يقولي في الكومنتات. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.